احنا من قرية شويرين، منطقة عزاز. نحن رشوان كراد. كرد مش كراد. إيه، كرد يعني. ايوه. من ق... من قب... من قبيلة رشوان. قبيلة رشوان قبيلة كتير كبيرة، الضيعة شويرين، مع انه انا نشرت الفيديو بس بدي اسألك مشان المشاهدين والمستمعين. شويرين تقريبا فيها كم بيت تقريبا؟ شويرين، بيت قرق، بيت قرق، بيت إيمين، بيت حمدو، بيت حج حسن. بيت حج حسن، بيت حمدو. بيت درمش، هدول كله رشوان. انت بتحكي عن العائلات، انا بحكي عن عائلات. البيت خاني مال كم بيت تقريبا؟ يعني كيف؟ ما فهمت عليك. كم بيت انت عندك بيت؟ هيك. ايوه، كم بيت؟ ايه. والله كم بيت بيطلعوا؟ يعني 10 يطلع هنيك، احسب هيك. يعني بيت داود، كمان في داود تركمان، في داود كراد، في يعني اثنين يعني. يعني بيطلعوا شي 150 200 بيت يعني. يعني اكتريته كراد يعني. روجافا ايفار باش العدد يعني اكثر من 700 شخص صح؟ اكتر من 700 شخص. الغالبية الساحقة كرد 90%، مثل ما ابن ضيعتك خبرني. 90% كرد واكثر. نعم. انتو انت انت قديش عمرك؟ الصوت راح. عمري 36. 36. الوالد بيحكي كردي او لا؟ والله والد ما بحكي. طيب، جدك انت لحقت جدك؟ اذا ما لحقته كمان اكيد بتعرف اذا كان. ما لحقت والله. حسب ما جدي بيحكي الوالد، جدك كان بيحكي كردي او لا، بيعرف يحكي او لا؟ بيحكي كردي، بيحكوا. الجد كان بيعرف. ايه، بيحكوا الكردي. يعني تقريبا من كم سنة اختفت اللغة الكردية في قرية شويرين التابعة لعزاز في ريف حلب الشمالي؟ والله هالتاريخ والله ما بحسن، انا ما عندي معلومة هالتاريخ، يعني اعطيك اياه غلط وهيك. بدك تسأل، مو هلا بدك تسأل ليش؟ لأنه بالفيديو وقت تسجل لي الفيديو وبتطلع بدك تحكي لنا بالتفصيل منيح. نعم. يعني بتقول أنا بعرف إنه أنا ما لحقت جدي، ولكن بعرف إنه جدي كان يحكي كردي. هالزمن هاد وليكن من 40 سنة، من 50 سنة اختفت اللغة الكردية في قرية شويرين. بيحكوا مم. مظبوط. تركماني أو عربي هيك. مظبوط. بدنا هالمعلومات طبعا بدنا نتواصل مع بعض آم، بعد البث بدنا نتواصل. نعم، تواصل. يعني انا بسألك، يعني بدك في اكبر مني بدخلك على الخط، نحكي على الرقم؟ يعني شلون ما بدك يعني. طيب، كمان السؤال الثاني، انتوا الكرد في الفترة الأخيرة خاصة في الأزمة السورية، المصيبة السورية اللي تعرضنا لها، نعم. انه اللي بداية كانت ثورة، بعدين الثورة الموؤودة. انا في عندي مم. رواية بعنوان الثورة الموؤودة، بمعنى تم وأدها بعد عدة أشهر، لم تبقى هنالك ثورة، أصبحت فوضى، أزمة، كارثة. المهم، يعني نتيجة الحقد اللي طلع والشوفينية اللي طلعت، عم شوف كتير كرد رجعوا لأصلهم، انه صاروا يحسوا على حالهم، خاصة مثلا كردي من احدى المحافظات من حما بالضبط. قال لي انه انا حبيت كمان انه اعمل علم كردستان واشيل علم مم. كردستان. قال لا، ما في ولا خياط رضي انه يعمل لي علم، علما انه العشائر لا. سواء تركمان كل واحد عنده شعاره بيعمل. قال حتى اللي كانوا يقولوا مثل نحن مثل الاخوه، قال يا رجل تغيروا تماما، ما بيحبونا. قلت اوكي، انتوا كمان صرتوا انه يا اخي نحن كرد، نقطة انتهى. طيب السؤال، ما دام انتوا هيك كرد تعرفوا عشائركم، والميزة الكبرى في ريف حلب الشمالي اللي خلتكم متمسكين بكرديتكم هن الموضوع العشائري.
قال لي كيف؟ أنه أنا لاحظت بعد التوثيق من ريف حلب الشمالي إلى اللاذقية إلى دمشق إلى درعا، أنه لأنكم أنتم تعرفوا عشائركم، متمسكين بالنمط العشائري، متمسكين بقوميتكم كمان. سؤال: ليش ما بتتعلموا كردي بما أنه السوشيال ميديا مفتوح وفيكم تتعلموا؟ ليش؟ النقطة أنت عم تقول هياك الأيام نحن حطينا علم كردي بالضيعة. هذاك الأيام حطوا عمامي وقرايبي كله حطوا علم كردي، بس وقت الثورة ما خلتنا هدول. قال بدك نزلوا لا تسووا مشاكل وهيك بين حول ضيعتكم انتو، يعني هيك يعني يعني جيش حر اجا نزلونا علمنا. لا، اللغة الكردية، أنت حاليا مش في سوريا صح؟ نعم. أنت نعم. برات سوريا. برات سوريا. طيب، أقصد أنه النت عندكم موجود وقوي. نعم. موجود بالنت كثير من الكرد يعني بيعلموا اللغة الكردية على النت، بمعنى أنه حتى كورسات فيديوهات ما بتخسروا شيء، فقط تطلعوا على الفيديوهات. ليش؟ نعم. سؤال، مجرد سؤال، مو للإحراج، تفضل. العفو. تفضل، لا لا تفضل، أبدا. على راسي والله. انت تاج راسنا والله. ليش؟ الله يخليك تاج الملوك على راسك. ليش ما تتعلموا كردي تخلصونا نحن؟ انا من هالمساله هاي. هلا واحد يطلع عليكم عم يقول طبعا انت مالك دخل لا بقاسم علي الاصلان ولا غيره، عم يقولوا رشوان. اسم رشوان مبين، واحد يقول لي رشوان هذا كردي. رشوان جاي من كلمه الاسود. وين الاسود؟ موضوع جبل، مو موضوع مظبوط. اشخاص. الكرد مش سود، لانه متواجدين في موضوع جبل، خاصه حوالي ماردين وغيرها. موضوع تاريخي. ان شاء الله الشباب عم يشتغلوا على قبيله رشوان، انا طلبت منهم توثيق عنهم ان شاء الله، وعدوني انه يبعثوا لي فيديو فيه توثيقات. ليش ما تتعلموا كردي؟ وارد على ابن عمك وابن عمي لولك الرشواني، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ليش ما تعلموا كردي؟ فاضل يا اهلا وسهلا ان شاء الله وتحيه الك. والله نحن ان شاء الله نتعلم لغتنا، يعني يصير احسن ان شاء الله. انا بدي يعني اتعلم لغتي، يعني بدي اتعلم، يعني ان شاء الله. انا عم طلع على اليوتيوب عم بتعلم شوي شوي، ان شاء الله بتعلم اكتر. يعني هلا انا شوي عم بعرف، عم بحكي كم كلمات. ان شاء الله حاول اتعلم ان شاء الله احسن. طيب ان شاء الله بدي ابعث لك 6 دروس، 6 فيديوهات قصيره، 6 دروس نعم. تعلم الاساسيات اللغه الكرديه، الاحرف. نعم. وانت اعتمد عليها، ودائما جيب دفتر، كل فيديو دفتر وقلم وسجلهم، نعم. سجلهم. وعلى اساسهم ان شاء الله راح تبني. لولك عم يسال انه احمد ابن عمي من وين؟ هو من احمد لولك انا احمد في من يعقوب من شويرين. 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 يا رجل فاضل، انت تعطي اجمل صورة عن شعبك. فاضل خالد باليوتيوب من الجزائر عم يتابعنا. تصور كاتب: السلام عليكم، عليكم ايها الاخوة، تحية للشعب الكردي المناضل. شوف من الجزائر ها. وبيجيك واحد سوريالي او سوركي فاضل بيكتب انه الشاب عم يطلع يقول انا كردي، انا كردي من فلان عشيره فلان قبيله، بيقول لك انه الكره الارضيه كرديه. شوف عم يتمسخر، يعني بيطلع انه الحقد اللي جواته. طب انا الكردي كيف ارد عليه؟ يعني احتفظ دائما باخلاقيات الكرد وما ارد عليهم مثلا يا فاضل. فامثالك الطيبين اللي احيانا بيعملوا ستوب، انه معلش لا ترد عليهم. فهمت قصد اخو؟ راكي اهلا وسهلا، الله يخليك ويحميك. اذا اذا انا الكردي الناطق بالكرديه بطلب، ومن حقي اني اطلب من لولك ما يقول لي والله انا ختيرت وما بعرف شو وما بقى اتعلم. اطلب من لولك ومن احمد ومن كل الكرد الناطقين بالعربيه. مو قصه يكذب، في ناس تطلع وتكذب وتفتري تقول علي بيطلب منهم يتركوا اللغه العربيه. لا ليك، انا بحكي عربي وعندي 3 روايات باللغه العربيه. لا تتركوا. تعلموا لغات، كردي، تركي، شو ما تعلم بدكم تعلموا، الواحد. ولكن تعلموا كرديتكم، تعلموا لغتكم نعم. لغتكم تعلموها نعم، كمان. هذا المضبوط والله، هذا المضبوط. صح. حكيتك والله ذهب والله. واحد يعلم لغته، يعني
شو بيحكوا عائلته قبيلته، خليه لي يعلم اللغة، هذاك اللغة مزبوطة بتحكي هالكلمة. اللغة كمان بتخليك أقرب، والجوش عم سميه الجوش، الشوق لقوميتك أكثر. ليش؟ لأنك أصلا لما تتسمع على أغنية إيه، بتحس فيها الإحساس، إحساس غير مزبوط. إنه خير ما تعرف كردي. أوكي، لما مثلا شيدا يغني أغنية ملاية جزيرية، فاضل ني شكرا قردن جعار، تقول ني شكرا قردن جعار، شو عم يحكي، شو عم يغني؟ ما بفهم كردي وما بفهم، ما بتزبط، ما بيصير. تشينابه. تفضلوا ليكو أحمد حسن رشواني من قرية شويرين الكردية. الرجل طالع بوجهه إيه، وبيأكد كلامي لما أنا طلعت بفيديو عم أحكي عن قرية شويرين، بقول قرية كردية بنسبة 90%، وما لغيت التركمان، أنا عم قول في تركمان، عم قول وعم في قول إنه بيحكي تركمان، في عرب كم بيت، يعني في شي 10 بيوت عرب. التركمان ما يطلعوا شي 15 20 30 بيت، يعني ما بيطلعوا 20 بيت 30 بيت. طبعا. إيه ما يعني الواحد لما اي شخص كمان بيعطيني معلومات بقول له اذا في عيله غير كرديه خبرنا. امبارح قريه وطبه الكرديه في ريف جسر الشغور، قلت له بدك تخبرني هن يعني حوالي 100 بيت ها، مو عائله، لانه يعني يمكن العائله يكون عندها 5 أو 10 بيوت. اذا في عيله مش كرديه خبرني. قال في عيلة وحدة بس مو كردية. بالفيديو أنا حكيت قلت هنالك عائلة واحدة، يعني كل القرية كردية باستثناء عائلة واحدة غير كردية، وهم من قبيلة شيخان الكردية. هيك حكيت. لا تنفي غيرك، ولكن لا تسمح لغيرك أنه ينفي كمان وينفي نعم. وجودك. نعم. انتوا الرشوان ما شاء الله هلا في عندكم غرفة إعلامية، هلا في عندكم نشاط. نعم. ايه، باران عم يشتغل شغل منيح باران وناظم. شوف، شاب من الجزائر كاتب طمس الهوية ممنوع على الشعب الكردي، ممنوع على الشعب الكردي أن يحافظ على لغته، أن يحافظ على لغته. شاب من الجزائر، مو كردي، لا أبدا. إذا لولاك والشاب الثاني الرشواني وأحمد بعرفه عدنان، من بعرفه اليوم، بعرف بعرف من هذا اليوم بلش عدنان. تتعلم. بعت لي صداقة، بعرفه عدنان. عدنان نولك. إيه، وموضوعنا لما بقول مثلا شخص كردي، مو قصة انه نقول والله خيو سياسي نحن بعيدين عن السياسة، ما دخلنا بالسياسة. ما نو سياسي نحن، بس انا اختبر حالي، انا كردي، يعني انا بقول يعني انا كردي، ما بقول يعني انا بقول انا عائلتي كردي يعني. إيه، مو جريمة يا اخي، مو يعني خلي جريمة. التركماني كمان يقول انا تركماني، العربي يقول انا عربي. انا عربي يقول، يعني ما في مشكلة يعني. إيه، طيب وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ الطرف الآخر جارك اللي المفروض إنه جغرافيا وحدة بتحكمنا، بعد طبعا صارت اسمها سوريا. هذا جارك مجرد ما تقول أنا كردي بده يعاديك. ليش بدك تعاديني؟ السبب يعني إذا بدك تعادي أكثر من نصف الشعب السوري، لأنه أكثر من نصف الشعب السوري هم من الكرد. على راسي لولك كمان كاتب أخ علي، صحيح نحن ما نعرف كردي، ولكن ما ننكر أصلنا وإلي الفخر. طبعا أنت رائع، ولكن لازم تتعلم كردي، ولا تقول ختيرت أنا، لا تقول والله ختيرت. ان شاء الله نتعلم اولادنا، وان شاء الله نتعلم نحن كمان، نرجع لغتنا. يعني اهل كعيبة بيعرفونا، يعني اهل شويرين. حبيب الذين يعادون الكرد ليس لهم جذور في أرض كردستان وسوريا. بيجي اشتر حميد، بيجي علي مصطفى، يلا اجى رشوان والهرب برسن وامي دركه بنزند. يعني الرشوان انتم اسالوا على بعض خيو، شباب عم يسالوا بعض، انا اطلع من البث انتم خليكم موجودين بالبث. شو رايك؟
تفضل احمد، في جميع الاحوال راح نتواصل ان شاء الله اليوم او بكره باذن نعم. الله. وتفضل اذا في عندك شيء تفضل احكي. والله سلام، مشكورة كتير عليك والله. شكرا كتير عليك والله. زور سباس إلك سعاد ولك. خوش. سعاد خوش. قالك باش. مسر شافي مسر سلامة.